بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحبابي، سنعيش معكم في حلقة جديدة من حلقات شرايين، وهذه الحلقة سنتكلم على الجانب الطبي. لماذا في رمضان تكثر الأمراض الجهاز الهضمي ويأتون إلى المستشفى لعلاج القرحة المعدية وانتفاخ البطن، ولكن هذا يخالف ما تكلمنا عليه نحن في الحلقات الماضية. إن الصوم وهو جنة وهو صحة وهو عافية. ولكن أحبابي، النقطة الأولى التي أود أن أشير إليها وهو الخبز الأبيض، أو ما يسمى باللغة الأجنبية لا فارين بلانش، وهو من القمح اللين. النقطة الأولى التي أشير إليها الآن، القمح العالمي معدل جينيا لزوجيام، وكما تعلمون أي شيء معدل جينيا فهو مضر للصحة. والنقطة الثانية التي تكلم عليها وهو ما يسمى الاندكس دو جليسيمي اندكس. هذا مهم جدا. الآن الدراسة تثبت أن عندما الإنسان يأكل 100 غرام من الخبز نسبة السكر ترتفع أكثر من يأكل السكر في حد ذاته، وهنا يؤثر مباشرة على صحة الإنسان، ما يسمى البيك دو جليسيمي. هذا عنده تأثير خطير جدا على صحة الإنسان، لأن عندما يرتفع السكر ارتفاع كبير مرة واحدة يرتفع معها الأنسولين، وهنا الأنسولين يؤثر على صحة الإنسان تأثيرا كبيرا، وخاصة على القلب والشرايين. النقطة التي أشير إليها وهو عندما طحن الفرينة أو الخبز الأبيض ننزع منه النخالة، وهذا أكبر بدعة ارتكبها الإنسان. لازم تعرفوا أحبابي، النخالة عندها دور مهم جدا من الناحية العلمية. أولا تنقية الأمعاء من الشوائب التي تلتصق بالأمعاء، وكذلك هناك شيء مهم جدا، إن النخالة وهي التي تمتص العصارة الصفراوية في الأمعاء وتخرج بها إلى الخارج. أما عندما ما ناكلوش نحن النخالة، وش يوقع لنا؟ أول شيء الصفارة تفرز في الأمعاء، ثم تعاد تمتص ما يسمى بالفرنسية لو سيكل أنتيرويباتيك، وهنا يؤدي إلى تسمم الكبد. إذن أهمية النخالة لها أهمية قصوى. وهنا أشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد المرات أحد أزواجه أعطته خبز بدون نخالة، فقال لها أعيد النخالة. وأول من ابتدع هذه هم الرومان الذين نزعوا النخالة على الدقيق. الشيء الخطير أيضا أيها الأحبة هو عندما نطهي الخبز نزيد المادة وهي لاميليورون، المحسن. ولا أقول لكم أحبابي، المحسن خطر على صحة الإنسان. والقوانين العالمية وهو 250 غرام فقط في 100 كيلوغرام، ولكن للأسف الشديد هذه النسبة لا تحترم، وحتى الآن ما نعرفوش لا فورميل لهذا لاميليورون، وهو مسرطن بدرجة كبيرة. لذلك بعض الدول العالمية حرماته ومنعاته على الخبازين لاستعمال هذا المحسن في كل مخابز بعض الدول الأوروبية. إذن المحسن خطر كبير. وكذلك يا إخوانا الكرام وهو طهي الخبز يتم في فرن كهربائي، درجة الحرارة يطلعوها 360 درجة مئوية، وهنا خطر كبير حيث تتحول الجلوسيدات إلى مادة اسمها ليزاكرالاميد. ليزاكرالاميد هي مادة مسرطنة موجودة أولا في الشيبس، وهي مادة مسرطنة وخطر على الأطفال، وكذلك في البيتزا والخبز والقهوة. ليزاكرالاميد اللي حب يبحث عليها يكتب ليزاكرالاميد، وهناك دراسات رائعة وخاصة الدراسات الكندية. كذلك أحبابي ما يسمى الآن بالنسبة للفرينة الموجودة فيها نسبة عالية من الجلوتين. هذه النسبة العالية تؤثر مباشرة على الأمعاء وتدير التهاب معوي، وكذلك توسيع القنوات الهضمية التي تؤدي إلى أمراض خطيرة منها مرض كرون. وعلاش الخبازين واش يديروا؟ ما يفعلون الخبازين يديروا ما يسمى التخمر السريع. التخمر السريع هو حاليا 4 ساعات يديروا خميرة، وأنا أقول هنا الخميرة التي تأتينا من الخارج هي معدلة جينيا. الخميرة التي تأتينا من الخارج هي معدلة جينيا، والتخمر يكون 4 ساعات، فيطلع نسبة الجلوتين
في الخبز الأبيض. وكذلك يا إخوانا الكرام الملح الذي يضاف إلى الخبز هو ليس ملح فيه اليود، ويأتون بالملح الذي ليس فيه اليود البحري وهو رخيص. وكما تعلمون أن اليود عنده تأثير مباشرة على الغدة الدرقية. كذلك يا إخواننا الكرام الإنسان اللي يأكل الخبز أنا نتمنى لازم يأكل معه الثوم. أنا أقول معلومة رائعة جدا، الإنسان عندما يتحتم عليه يأكل الخبز لازم يأكل معه الثوم، والثوم ينقص من مضار الخبز الأبيض. وهنا أقول لأحبابي أن الخبز الأبيض إذا حابين الإنسان بصحته ينقص منه بقدر ما يستطيع. وأنا أقول وش هو الحل؟ الحل إخوانا الكرام هو الإنسان يروح إلى خبز السميد أو خبز الشعير. وأنا نتمنى من أحبابي اللي يراد الصحة أن يكون يعني يكون الخبز مصنوع بالقمح الذي هو غير معدل جينيا، لأن التعديل الجيني عنده خطر كبير على صحة الإنسان. وكذلك إخوان الكرام الطهي، لازم الطهي ما درجة حرارة ما تفوتش 100 درجة مئوية، وهنا تكون صحية. كذلك بالنسبة للخميرة نستعمل الخميرة الطبيعية، وهو أن المرأة تأتي بالعجين وتضيف إليه الملح والماء الساخن وتتركه مدة معينة، هناك تخمر، هناك ما يسمى البكتيريا الموجودة في الهواء تخمره طبيعيا، والتخمير الطبيعي هو صحي يا إخوان الكرام. لذلك نبتعد على الخميرة المهدرجة المعدلة جينيا التي تأتينا من الخارج. وهنا إخوان الكرام حتى الملح اللي نضيفوه يكون ملح فيه اليود. لذلك أنا أنصح كل أخواتي وبناتي في رمضان يحاولوا ينقصوا بقدر الإمكان من الخبز الأبيض، الفرينة البيضاء، لأن أكل العجين دائما يؤثر على صحة الإنسان. فالإنسان عندما يدير الخبزة في الدار تكون صحية، وهنا الإنسان يقدر يتناول هذه المادة وتكون عنده آثار جانبية ويصوم صوم صحي بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه النصائح لازم تعرفوها ولم تفهموها حتى نصوم صوم صحي، وكذلك نستفيد من شهر رمضان. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.